المحطة الطرقية ولاد زيان تحولت صباح هذا اليوم إلى وجهة لآلاف المسافرين ممن يرغبون في قضاء مناسبة عيد الأضحى بين أهلهم، غير أن أغلب المسافرين يشتكون من ارتفاع سعر التذاكر، زيادة يبررها أرباب الحافلات بكون أغلب الحافلات المتوجهة من البيضاء تعود فارغة. غادي نعيد عند والديا في مدينة فاس بمناسبة العيد، وإنما لقينا الزيادة والزحام في الكار بزاف. الثمن باش جيت انا ب 70 درهم دابا رجع 100 درهم. علاش؟ شنو قال بان كيمشي كرخاوي كيجي عامر؟ لا حنا جينا عامرين ورجعنا عامرين، جينا في الصباح ودابا راجع في العشيه، هذا الشيء غير كذوب. ولتفادي بعض التجاوزات داخل المحطة قامت الإدارة بالتنسيق مع عملة مقاطعة الفيدة بإجراءات أمنية ووقائية لمواكبة عملية سفر المسافرين ومنح رخص استثنائية لبعض الخطوط وصلت هذه السنة إلى 300 رخصة. من بين الإجراءات اللي تم اتخاذها أولا من الناحية الأمنية تم تعزيز الفرق الأمنية داخل المحطة وبالمحيط ديال المحطة كذلك. كذلك هناك فرقة تابعة لوزارة النقل التي تقوم بالمراقبة ديال التقنية للحافلات، والجديد هذه السنة هو أن هذه الفرقة تتعمل 24 ساعة على 24 ساعة، يعني ما بقاش تعمل غير خلال أوقات العمل، بل تستمر 3 أيام اليوم والليلة. كيتعطوا واحد الرخص استثنائية بالنسبة للحافلات كيتخاضوا بحال دابا اللي كيمشيو للشمال ما كيكونش ضغط، كياخذوا من وزارة النقل من الشمال وكيصيفطوا من الجنوب. كيبقى واحد الاجراء وهو كاين بعض البلدان اللي كيكونوا عليهم الضغط، وما كاين بعض الحافلات اللي كيكون فيهم خصك تعزل الحافلات اللي مزيانين بحال اللي كيمشيو للجبال ولا اللي كيمشيو للورزازات ولا زاكوره بخلاف السنوات الماضية قامت الإدارة هذه السنة بعمليات تحسيسية تستهدف مستخدمي الشبابيك من أجل فتحها بصفة مستمرة لتفادي الضغط خلال مثل هذه المناسبات حفاظا على راحة وسلامة الركاب ولما لا أضحية العيد.